عملية القراءة بتتم في سهولة ويسر. عندنا في لجنة 88، لجنة 89، لجنة 90، 3 لجان في مركز شباب المدينة. السادة الموظفين بيسروا أمور الناس بمنتهى السهولة. مثال إن العملية ماشية بهدوء كويس جدا. هناخد دلوقتي آراء الناس اللي داخلة في المستشفى. 90 هتقول ايه النهارده ان شاء الله؟ ليه؟ قولي نعم ليه؟ عشان حل البلد. قريت الدكتور؟ ايه اللي عجبك فيه؟ 88 ايه؟ 88 كام؟ 88 ايه اتفضلي. تقول ايه الرئيس مصر القادم؟ يكون في غير جديد. تقول ايه الرئيس القادم؟ هو اللي هيحل البلد. ان شاء الله. اتعرف عليك يا امي؟ انا رضا حسن. اهلا وسهلا. هتقولي ان شاء الله؟ نعم ان شاء الله. ليه؟ نعم عشان قرفنا وزهقنا وزهقنا وما اقدرش اقول لك احنا عايشين ازاي. قريت الدكتور يا ماما؟ انا عرفت عن طريق مواد في التلفزيون. عجبتك؟ عجبتني جدا جدا جدا، واكتر حاجه عجبتني ان الفلاح ما كانش ليه اي اهميه في البلد، دلوقتي بقى له اهميه، لان انا من قريه ريفيه وعارفه يعني ايه الفلاح بيعاني كتير قوي 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 قوي. ويا ريت يا ريت كل المسؤولين ان هم عندنا احنا بيعانوا من الكيماوي وان الحاجات الزراعيه الذره اللي بيشتروه والقمح والحاجات دي كلها بتبقى غاليه جدا جدا. تقول ايه يا ماما رئيس مصر القادم؟ اقول ان شاء الله اتقي ربنا بشعب مصر، وزي ما هتدي الشعب هيديك، وربنا ينصرك، وان شاء الله كلنا مرشحين. تطلبي منه ايه للسويس؟ اطلب السويس ميه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يحميك يا رب. تعرف عليك يا حاجه؟ تعرف على حضرتك؟ تعرف عليك؟ عادي هنسجل معاكي ما تقلقيش. جيت ليه النهارده يا حاجه؟ جيت علشان الدستور. هتقولي يا امي؟ قلت نعم. قلتي نعم ليه؟ كده ليه يعني كده؟ علشان بقى انا كبرت، عشان الاجيال اللي طالعه بعدنا تعرف تعيش. نفسك يا حاجه ايه لمصر؟ نفسك في ايه لمصر؟ نفس النصر والاستقرار. قلوب من هناك. طب نفسك في ايه للسويس؟ نفسي بقى نستقر. السويس دي بقى بلد الكفاح كله. تسلم يا امي. ايوه حبيبي. مسلحه النهارده في توفير سبل الراحه لجميع الناخبين. زي ما احنا شايفين قدام اللجان ناس موجوده، كراسي راحتهم، طال دوره او اسر ان شاء الله هيخشوا ينتخبوا. تعرف عليك يا حاجه؟ اسم حضرتك ايه؟ انا سهل امي. جايه ليه النهارده؟ عشان نقول نعم. هتقولي نعم ليه يا حاجه؟ عشان احنا عايزين الاصول. عاوزه ايه؟ عايزين الحق. ايه الحق اللي انت شايفاه يعني نفسك يتحقق في مصر؟ اللي عايزاه يتحقق في مصر الامن والامان. يا رب ان شاء الله. يا رب الامن والامان. عاجبك الدستور يا حاجه؟ نعم. عاجبك؟ طبعا. تقول ايه يا حاج رئيس مصر اللي جاي؟ ربنا تطلبي يوفقه. منه ايه؟ ربنا يوفقه يا رب، هو امه محمد اجمعين. نفسك في ايه للسويس؟ نفسي الامن والامان. ان شاء الله. ربنا يوفقكم كلكم يا رب العالمين، يوفق مصر كلها. تعرف عليك يا حاجه؟ ايوه يا حبيبي. تعرف على حضرتك؟ ايوه يا اسم حضرتك ايه؟ سعديه محمد خليل. اهلا وسهلا يا امي. تاخد الناس انت اللي في هتقولي ايه يا حاجه؟ نعم. هتقولي ايه؟ نعم نعم نعم. هتقولي نعم ليه؟ ليه؟ حلوه ودينا عايزين البلد، عايزين الخير للبلد. قريت الدستور؟ من غير ما اقراه، التلفزيون نازل. يعني سمعتي عن التلفزيون؟ نازل. ايه اللي عجبك فيه؟ كل حاجه. زي ايه؟ كل حاجه، اهم حاجه حق المراه. الله اكبر. ايه بقى حقوق المرأة اللي الدستور ده حق بقى؟ المراه. تمام. تقول ايه رئيس مصر اللي جاي؟ ربنا يكرمه، ربنا يقويه على البلد اللي حصل فيها الخراب. عايزك الخراب اللي حصل في البلد؟ لا طبعا. زراعة الناس مش تاكل. تتمنى ايه؟ كمية البطالة في البلد مالت البلد. تتمنى ايه للسويس يا حاج؟ السويس كتير طبعا، والبلد كلها. تعرف على حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. هتقولي ان شاء الله ولا انت خايفتي ولا لسه؟ لا لسه. هتقولي ان شاء الله. ليه؟ عشان مصر تبقى حلوه كده وتصلح، وعايزين حاجه حلوه للبلد مصر كده. قريت الدستور؟ لا معرفش. سمعتي عن مواده في التلفزيون او غيره؟ حلوه. ايه اللي عجبك فيها؟ كل حاجه، مستقبلنا ومستقبل عيالنا ومستقبلنا. تقولي الرئيس مصر